كانت الدار البيضاء أو كازابلانكا كما يسميها البعض مدينة لا تنام، لكن ليس كما نعرفها اليوم. في الماضي كانت الأحياء تنبض بالدفء الإنساني، يسودها الهدوء رغم بساطة الحياة. الأطفال يلعبون بأمان في الأزقة، والناس يتركون أبواب منازلهم مفتوحة دون خوف. كان الجار بمثابة الأخ، والأمن شعور متجذر في تفاصيل اليومي. لكن هذا الزمن الجميل بدأ يتلاشى تدريجيا، وتحولت المدينة الكبرى التي تعد القلب النابض للاقتصاد المغربي إلى غابة حضرية يسودها القلق والخوف وفقدان الثقة. اليوم الدار البيضاء أصبحت مرادفا للاختناق المروري، العشوائية والفوضى. والأخطر من ذلك، تصاعد معدلات السرقة والاعتداءات، سواء في الشوارع أو في وسائل النقل أو حتى داخل الأحياء. شابات يتم سلب هواتفهن في وضح النهار مسنون يتعرضون للتهديد، وسائقو دراجات نارية يثيرون الذعر في كل مكان. انعدام الأمان لم يعد مجرد شعور، بل واقع يفرض نفسه على يوميات السكان. الكل أصبح يعيش بحذر. النساء لا يخرجن إلا في جماعات، والرجال يلتفتون خلفهم في كل خطوة. المدينة التي كانت مأوى للأحلام أصبحت كابوسا للبعض. ما الذي تغير؟ التحولات الديمغرافية، الفقر، المخدرات، وانهيار القيم الاجتماعية كلها عوامل ساهمت في هذا التحول المخيف. ورغم المجهودات الأمنية المبذولة، إلا أن الإحساس بالأمان ما زال هشا ومهددا في أي لحظة. الخلاصة: الدار البيضاء لا تزال جميلة، لكنها مرهقة وتئن تحت وطأة التغيرات. المدينة في حاجة إلى وقفة، إلى إصلاحات عميقة تعيد للبيضاويين شيئا من ذاك الهدوء الذي ضاع، ومن ذلك الإحساس بالأمان الذي غاب.